ما نساوش واحد المساله اخرى، انه راه الجمهور المغربي كله بدون استثناء كان مع اولمبيك اسفي، وواحد التعاطف كبير قبل المباراه. وهذا زاد شويه الضغط على اللاعبين اللي هما في الاصل كانوا كيلعبوا واحد الفريق اللي غيشارك اول مره، ولكن منذ اقصائه للوداد بان على انه مباراه اتحاد العاصمه ولات زايده واحد الضغط شويه على اللاعبين. بطبيعه الحال اللاعبين حاولوا انه في الغياب ديال المدن اللي هو عميد فريق اللي يمكن اللي يعطي واحد شويه ديال يمكن نقولوا واحد شويه الهدوء للفريق وما يبقاش. دخلتي في التقنيه، فتح عطينا تقنيا اسفي كيفاش لعبوا المقابله مع اتحاد العاصمه. انا كنظن يعني بدايه المباراه يمكن اولمبيك اسفي كان عندهم الحماس اكثر ما كان عندهم الشكل التكتيكي المناسب. لانه في الشوط الاول انا كنظن الشوط الاول اللي فيه كان اولمبيك اسفي يمكن احسن المباراه، لانه كان كيلعب بثلاثه ديال المهاجمين، لا الخنوس لا النجاري لا نغوما او كونات. لا قبل ما يدخل هذاك لا ما كانش كونات، كان لاعب اللي في الجناح الايسر هو اللي عنده مزيان رقم 5 مشات لي الاسميه ديالو. هما اللي كانوا كيشكلوا داك الثلاثي ديال الخط الامامي، وبالتالي مع الصعود ديال الاظهره وشفنا الاظهره بجوج لاعب جزائري، لا الظهير الايمن ديال اولمبيك اسفي عماد اللي كانوا كيديروا واحد، وشفنا الحارس ديال اتحاد العاصمه اللي دار مباراه، دار واحد الشوط الاول مباراه جيد. يعني مع نهايه الشوط الاول يمكن من الناحيه النفسيه راحوا لي مع الناحيه النفسيه كان يمكن انه بعد الدخول المستودع الملابس غيوقع ذاك النوع من الهدوء، ويمكن اللاعب يسمعوا المدرب بشكل افضل حسن من انه الظروف اللي تجرت فيها بدايه المباراه. جات هذيك ضربه جزاء اللي خلات انه في بلاصه ما كنتي تخرج المنتصر في الشوط الاول، خصك انت منهزم في الشوط، دخلتي الفيستير وانت عندك الضغط ديال تسجل هدفين.